المعاصي. ومن الأسماء المؤسسة للجيل القصصي الستيني إنه القاص العراقي الكبير فهد الأسدي، الذي ارتبط في مشيمة القصة القص الرصين الذي بوأه مكانة عليا في الصف المتقدم للسرد الحديث. الأسدي القاص والإنسان والفنان عاش حياة ثرية بالإبداع وزاهدة في مغريات الحياة، وابتعد مختارا عن كل ما يجرح كرامة الأديب ويثلم كبرياء الكلمة الحرة. وليس غريبا بعد هذا أنه عاش عقودا طوال بعيدا عن أضواء المهرجانات الكاذبة والملتقيات المزيفة، وهو قد نذر نفسه للجمال الحقيقي، ولهذا قدم خسارات متتالية بين المجاهدين واللاحقين، لكنه كسب محبة الضمير والتقاعد. ومنذ سنة من الآن أحاطت أديبنا الكبير محنة مرضية قاسية اسمها التنقيص المريض، وكان عليه أن يواجهها وحيدا كما واجه محنا سابقة، وكما كان يمارس عمله المهني كمحامي في المحاكم العراقية دفاعا عن المظلومين، منتشقا كيف الصبر على مهنته، كاظما غيظه الكثير، لا سيما أن وسطنا الثقافي والمسؤولين فيه من أشباه الأدباء وسط المتاع كانوا قد اعتادوا على الجهود والنكران والعقوق، فكان أن لزم بيته مختارا تاركا مهنته الحقيقية الإبداع القصصي، مطلقا صرخة ييتس ذات مرة عندما قال: كلا إن الإنسان يستنفذ نفسه بالخلق الذي يبدعه. مستذكرا ما كتبه الرائع أميل زولا إلى صديقه فالبرير: لو كنت تعرف فقط يا صديقي المسكين أن المرء لا يحتاج إلى الموهبة في الواقع ليحقق النجاح، لكنت تخليت عن القلم والورق ورحت تحلل أساليب العالم الأدبي وتكشف آلاف الخدع الصغيرة والكبيرة التي تفتح الأبواب وفن استخدام قابلية الناس على التصديق والقسوة لسحق الزملاء الآخرين من الكتاب. لقد ترك الأسدي مهنة الإبداع القصصي تنسل من ضميره على منفى من ورق، أما مهنته الحرفية المحاماة فقد انزوى عنها لعدم وجود شجاعة صحية تساعده في ارتياد أروقة المحاكم، إلا أنه كما عرفناه عنيدا وصبورا، فحول محنته إلى فرائد أدبية جديدة لو قدر لها أن تنشر لأحدثت رؤية أخرى في منهجيته بالحياة والإبداع. لقد امتلك الأسدي حلما جميلا وشاء له، وهو المحاط بالكوابيس والسرطانات المؤسساتية، أن يجسده فوق أرض الواقع والألم، فكان الترجمان الأجمل في مقولة بورخس الخالدة: الأدب ليس بالنتيجة إلا حلما موجها. ولد قاصنا الكبير في جنوب العراق، وبالذات في أهوار الشبايش والحصرية عام 1999. بدأ الكتابة مبكرا في أواسط العقد الخمسيني من قرن الحروب والمجاعات،
والحصارات القرن العشرين. نشرت له قصص قصيرة كثيرة في الدوريات والصحف العراقية والعربية، وترجم بعضها إلى لغات عالمية عدة. من أبرز مؤلفاته المطبوعة في العقد الستيني عدن مضاع وطيور السماء، وفي أواسط التسعينات مجموعته القصصية معمرة علم. يحتفظ بمخطوطتي مجموعة قصصية ورواية لم يجدا النور للآن، وذلك لعدم قدرته ماديا بطبعها على الحصر. كان من الذين حرمتهم المؤسسة الثقافية السلطوية السابقة من المكاسب الكاذبة المتمثلة بالرواتب الشهرية للفئات الثلاث للأدباء العراقيين، في الوقت الذي أدرجت فيه أسماء وهمية لأدباء لا وجود لهم، أو أسماء لأرباع المواهب الأدبية. محبتنا للقاص فهد الأسدي القاص والإنسان، ومرحبا به وبكم، واعذرونا إن استعرنا ما قاله في فيديو ذات مرة. وفر الله عليك المقدمات الطويلة من القارئ والمستمع، ولنصفر وقوفا للأسد وهو يستريح جالسا على عروش قلوبنا النابضة بمحبته، لأنه يستحق منا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الحضور، أشكر الجميع على التواصل مع احتفالية المثقف العراقي الأسبوعية بيض الوجوه، وهي تدخل يومها الثالث، والتساؤلات والاستفسارات